مرحبا بكم في قناة منير توب. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لكل جديد. الجاليه الجزائريه مش بنفس الوفره والكم اللي موجوده للجاليه المصريه، ولكن العمل. يعني مثلا كان نارو روى، فوزي الاخشع، قبل كان في تونس حد ما اعرفش كان رئيس الاتحاد. كيفيه التعامل مع اللعيبه المواليد وانتقائهم للمنتخب والتعامل معاهم وهم في سن 10 11 سنه، ان هم يخلوهم ينتموا للبلد، ده ناجحين فيه. علشان كده دايما هتلاقي الناس دي عندها لعيبه 90 او 95% عربي اشرف حكيمي لازم نكون حذرين. اشرف حكيمي تكوينه ريال مدريد، لازم نكونوا حذرين. وابراهيم دياز كذلك، ولامين يامال اللي خير اسبانيا على المغرب كذلك تكوينه اوروبا. انا بس في اشرف اللي كلموا عليه الكباتن، اشرف وجهه نظري لازم يكون احسن لاعب في افريقيا وافضل في العالم. ايه في افريقيا وجهه نظري سبب بسيط. صراحة نركز ولو للحظات مع النموذج اشرف حكيمي، لانه مش النموذج عربي اشرف حكيمي، لازم نكون حذرين. اشرف حكيمي تكوينه ريال مدريد، لازم نكونوا حذرين. وابراهيم دياز كذلك، ولامين يامال اللي خير اسبانيا على المغرب كذلك تكوينه اوروبي. هنا نجيو للنقطة المفصلية. اللاعب اللي تكون فيه العقلية انت مغربي بالجنسية، لكن بس بالعقلية بس في لاعبين اوروبي. بس في لاعبين طلعوا من الاكاديميه كذلك اتجهوا لاوروبا ونحن مثل قليل جدا. لاعب اليوم بالله للانصاف، كل الكلام اللي بيكلموه الكباتن دول جاي كيفيه انتقاء الجاليه المغربيه اللي موجوده في اوروبا. المواليد بس استقطابها هم ناجحين. المغرب اتفضل يا كابتن. الكواليتي اللي في هولندا واللي في فرنسا ومدارس التكوين في اسبانيا، قلت لك لامين يامال ما قدروش عليه مثلا، ما قدروش يجيبوه للمغرب. يوهان ومغربي ولعب لاسبانيا. طيب زبير، يوهان خليك معايا. يوهان كرويف قال كرة القدم الهولندية لن تموت طالما هناك الجالية المغربية موجودة في هولندا. ده رقم واحد. اثنين، المغاربة في شمال افريقيا افضل من المصريين في جزئية انتقاء اللعيبة. يعني تونس ما عندهمش دوري قوي، ولكن ممكن يجمع 11 12 لعيب 13 لعيب من اوروبا اقوياء مواليد اوروبا. نفس الموضوع الجزائر، التيم الكبير بتاعها كله 95% منهم كلهم مواليد اوروبا بس بيلعبوا في الجزائر. نفس الموضوع المغرب، هي مش فكرة اكاديميات ولكن كيفية انتقاء العناصر. ده الجزء الثاني. اذا كنا بنتكلم على اشرف، يعني هذا الفرق بين المغرب ومصر. اكيد مصر احنا انتقاء اللاعبين، لان الجاليه المغربيه والجاليه التونسيه والجاليه الجزائريه مش بنفس الوفره والكم اللي موجوده للجاليه المصريه، ولكن العمل. يعني مثلا كان نارو روى، فوزي الاخشع، قبل كان في تونس حد ما اعرفش كان رئيس الاتحاد. كيفيه التعامل مع اللعيبه المواليد وانتقائهم للمنتخب والتعامل معاهم وهم في سن 10 11 سنه، ان هم يخلوهم ينتموا للبلد، ده ناجحين فيه. علشان كده دايما هتلاقي الناس دي عندها لعيبه 90 او 95% محترفين. لازم هنا ننصف اشرف اللي كلموا عليه الكباتن. اشرف وجهه نظري لازم يكون احسن لاعب في افريقيا وافضل في العالم. في افريقيا وجهه نظري سبب بسيط. انت بتتكلم على ديمبلي، بتتكلم على رافينيا، بتتكلم على بعض الاسماء. ماذا يفعل اشرف حكيمي اكتر من هذا؟ الفوز ثلاثيه، واحد من احسن لعيبه، لاعب 60 مباراه و61 مباراه، ممكن يكمل سيمي فاينل كاس عالم ونهائي كاس عالم. فبالتالي متى سيتم اعتماد المدافعين؟ اخر واحد كنا شفناه فابيو كانافارو في 2006 لما مضى لريال مدريد، خد افضل لاعب في العالم، وما كانش افضل لاعب في العالم، كان افضل لاعب في التوقيت ده اندريا بيرلو.